مش لازم تعملي مطبخك بوليلاك عشان يبقى معاكي احلى مطبخ في الدنيا. المطبخ ده من خامة الأركوبة، خامة اقتصادية. بس تعالي شوفي احنا طلعنا منها الشكل عامل ازاي. ده هنشوفه في الانترو، يلا بينا. زي ما قلنا من خامات الأركوبة، ومعانا جزء سفرة وجزء مطبخ معزولين بسلمة
تفصل المنطقة دي عن منطقة الليفنج. السفرة طبعا مش من أعمالنا، لكن احنا خدنا منها الألوان وضفناها في الجزئية دي في دواخل النيش وفي الجوانب الظاهرة هنا من اللون الرخامي ده. ضفنا هنا نيش بالشكل ده، ضفنا تجاليد حوالين المنطقة دي بدمج ما بين الرخامي واللون السادة واللون الرخامي تاني واللون السادة، واللون الداخلي هو لون السفرة أو لون الكراسي اللي هو اللون الشامبين. بدأنا طبعا المطبخ عندنا هنا ده مكان الجلوس. أنا مش محتاج من البار إن أنا أستخدمه كجلوس، أنا محتاج منه إن أنا أقعد أشرب كوباية شاي بالشكل ده. أقعد أشرب كوباية الشاي بتاعتي وأستمتع بالبار، مش محتاج إن أنا أقعد أستخدمه كأكل، أنا هقعد أستخدم السفرة هي المكان. طبعا عشان أفصل المطبخ عن الجزء الصغير ده اللي هو جزء السفرة، أنا اديت نهاية كويسة جدا للمطبخ تدي علاقة للعين إن ده نهاية المطبخ، المطبخ خلص هنا، ده جزء المطبخ. ودي نقطة مهمة جدا عشان الموضوع ما يبقاش سايح في بعضه مساحة كبيرة ولازم أروضها أو لازم أقيدها. ده شغلتي كديزاين وتنفيذ. عملنا هنا جزء الكوفي كورنر استخدمه كرفوف ديكورية أو رفوف للمجات. أقدر أستخدم الجزء ده للكاسات، أو عادي ممكن أستخدمه للمجات بالشكل ده. تمام. في استخدامات كتير للكاسات الطويلة، ممكن أستخدمه أصلا من فوق بالشكل ده. تمام. اكسسوار بسيط لكن في اوبشن حلو. معايا مساحه للجزء الشاي. طبعا استخدام البار في الغالب بيبقى من جوه مش من بره، ده مجهز لكده. خدنا طبعا من بره، عملنا دمج ما بين الرخام والحجر. طبعا الحجر من اعمال التشطيب، ضفنا جزء خشبي اللي يدمج الجزئيه دي ببعض ويديها تميز ويدي بدايه قويه جدا للمطبخ عشان اشوف جوه انبهار حقيقي في المطبخ. طبعا بروفايل ليد اللي هيميز الجزء ده هو العنصر الاساسي هو الليد. خدنا طبعا هنا جزء ديكوري تاني عشان نبدا ناكد المطبخ ان احنا جوه عندنا في شغل عالي جدا. طبعا العمق هنا كبير، خدنا الفريم بالشكل ده. بعد كده عندنا جزء هنا لكولدير الميه، جزء بسيط زي ما انتم متعودين. ده المكان بتاع الديسبنسر، وبعد كده عندنا المكان بتاع القروه. طبعا فوق وحده التخزين عندنا هنا دولاب ادوات النظافه زي ما انتم شايفين، الاكسسوار والرفوف المساعده لزياده التخزين في دولاب النظافه. وحده تخزين علويه، جزء الثلاجه متكفر بشكل ظريف جدا، مساحه التهويه المظبوطه من كل ناحيه، مساحه تخزين علويه بالشكل ده. فاصل خشبي ما بين جهاز الثلاجه وجهاز الفريزر لسه ما جاش. مساحة التخزين طبعا دي ما بتكونش للآخر، بيكون وراها فراغ علشان خاطر التهوية. عندنا هنا بقى وحدة أدراج الخضار. حبيت أخليها قريب من مطبخ كبير، فمش عايز ست البيت تبقى بتمشي مشاوير جوه المطبخ، دايما حاجتها تبقى قريبة لمكان الشغل، مكان الشغل الأساسي اللي هو الحوض والبوتاجاز. فدي مساحة الرخام اللي أنا هقف أشتغل فيها، أو من ضمن مساحة الرخام اللي هقف أشتغل فيها. فحبيت يكون درج الخضار هو الأقرب لمنطقة الشغل الحقيقي. زي ما انتم شايفين 3 أدراج خضار، وعندنا جزء تخزين كافي جدا. تعالوا بقى أوريكم الكورنر ده. شايفين القطع الصغيرة دي؟ أي مكان ممكن يتجاهلها، يقول لك مش مهمة. نقفل المطبخ على هنا ونخلي هنا ضلفه ونزود ماجيك كورنر ب 5000 جنيه علشان الكورنر ده ونخليه استخدامه صعب. لا، هو الموضوع مش مستاهل. مجرد حرف ال الصغيره ده تجاوز ال 10 سم ادت مساحه رؤيه كبيره جدا للكورنر، مساحه دخول واسعه جدا للكورنر. مفيش اي نتعلمه في المطابخ الكبيره لازم نكسر الملل. ما ينفعش علب كتير بشيب واحد، لا لازم نكسر الملل ونخلي المطبخ مميز ومنوع وشكله متناسق مع بعض ومتوافق. خدنا هنا الجزء ده ازاز بالشكل ده، طرفتين قلم، بروفايل ليد. جزء هنا يبقى مساعد مع مساحه الرخام، ممكن استخدمه كاكسسوارات
او حاجات مساعده ليا ومساحه اضافيه ليا كانها مساحه رخام تانية اضافيه. بعد كده ضفه تخزين تانية، بعديت هنا علاقه سيمتريه، علاقه اضافيه، علاقه الازاز وتداخل مع اللون الساده يقفلوا على دولاب بالشكل ده، دولاب خزين او دولاب لحاجه البقاله، ممكن استخدمه للاجهزه، ممكن استخدمه استخدامات كتير جدا جدا. كان ممكن نسلم العميل الضلفه بتفتح كده وده الطبيعي وده الواقع والدخول من هنا سهل، لكن عشان احنا بنراعي جدا علاقه المستهلك بالمنتج لازم اكون مريح وانا بستخدم جزء زي ده، لازم يكون مرتاح، ما ينفعش يجي طرفه في وشه كده ويجي يدخل للجزئيه دي هيحس ان هو متضايق. هي قضت احتياجاته لكن في استخدامه ليها هو متضايق. التفاصيل دي هي اللي بتبين المكان اللي بيفكر او المكان اللي بيعمل مطبخ بس. عندنا هنا بقى جزء الحوض. طبعا العميله بتحب تستخدم ايدها الشمال فكان انسب مكان هنا، وغساله الملابس على اليمين، وهنا غساله الاطباق، وهنا طبعا المطبخيه ميكانيزم القلاب في مساحه مفتوحه زي دي اقدر اتحرك تحتها بحريه، اقدر استخدم المكان ده بمنتهى الحريه، وفي نفس الوقت الضلفه ما تضايقنيش. دي نقطه ثانيه مهمه وده سبب استخدام الاكسسوار ده. هو غالي لكن بيأدي وبيحقق نقطه عمليه انا محتاجها في المطبخ. اكسسوار سلة الزبالة زي ما احنا متعودين، وحدة الحوض من خامة البورديوم علشان تكون مقاومة للمية، ورفين تخزين إضافيين أو منظم أكتر للوحدة دي. عندنا بقى هنا الكورنر التاني اللي هو الأكبر شوية. كورنر حرف ال مريح، يعني معايا تخزين كافي، وفرت على نفسي اكسسوارات كتير. طبعا في عمود فما كانش اصلا ينفع في الاكسسوار، لكن فكره الحرف ال بتحل لنا مشاكل التخزين في الكورنرات. تعال نشرح فوق الاول وبعد كده نشرح تحت. يلا ممكن نكمل الوحدات للاخر ونقفل بقى هنا واحنا استغلينا كل نقطه في المطبخ. لا، ده جزء مش مهم ان انا استخدمه في المطبخ. الجزء ده انا محتاج اعمل كونتراست حلو جدا ما بين لون السيراميك ما بين وحدات التخزين، وفي نفس الوقت اكثر ان انا في الجزء ده ضفت رفوف بالشكل ده تديني مكان اكسسوري ظريف، يديني الجزء ده مهتم بيه، مش حاطه تخزين اللي هو انا بحشي المطبخ تخزين بقدر الامكان. مش لازم، الجزء ده مهمل مش محتاجه تخزين، فاستخدامه كان كده افضل. خدنا بعد كده ضلفه قلاب للتخزين بالشكل ده وفوقها زيها، وبعد كده ضلفه تخزين بالشكل ده، بعد كده ضلفه يمين وشمال الفلتر الازاز اللي متعودين عليها مننا، تدي رونق حلو قوي للجزئيه دي، وفي نفس الوقت هو ده المكان اللي في وش الليفنج، فانا عايز اميزه باشيك حاجه وفي نفس الوقت اهدى حاجه. زي الناحيه الثانيه مكان الفلتر ودولاب الفرن والميكرويف. في حاجه انتوا عارفينها عني، انا ما بحبش ترولي الزيت جاهز، انا بحبه تفصيل، بس هنا احنا جبناه جاهز. تعالوا اوريكم العيوب. مبدئيا ده المقاس المناسب للمساحه الكبيره، وهو مديني تنظيم حلو جدا، واخد ازاز زيت، عندي مكان للمعالق التقليب، عندي علاقات لفوط مثلا، عندي اماكن كمان تخزين تحت، وعندي رف تحت. ده جميل جدا واستغلال هايل، لكن انا ما بحبش الهزه دي. الهزه دي بتضايقني نفسيا، لكن هي العميله كانت حابه ان هو يبقى فكره ان هو منظم اكتر من ان هو الهزه دي ما كانتش فارقه معاه. طبعا عاملين هنا المقبض ده علشان يزيد احكامه في القفل، ده سبب، لكن السبب التاني علشان امشي المقبض هنا كله متناسق مع بعضه وهدي اللعب تحت. انا عايز اللعب كله فوق مش عايزه تحت. خدنا هنا تحت البوتاجاز درج للحلل وجواه درج مخفي للمعالق وللشبك بالشكل ده. تحته درج برضه للحلل، نفس الكلام الوحده دي درج جوه درج تاني، وتحت ادراج بيخدم في المساحه دي. وبعد كده طبعا تحت الفرن وحده ادراج ممكن احط فيها اتصالات مناسبه، احط فيها البايركس استخدامات الحاجات اللي هي اللي بتبقى عريضه. طبعا الفرن على الارتفاع الصحيح ليه، الميكروويف بالتقفيل حواليه، بمكان للصواني زي ما انتم متعودين منها،
المكان يبدأ هو ينظم الصواني زي ما انتم شايفين كده، يقدر ياخد كمية كبيرة في مكان ضيق وسهل الوصول لأي حاجة بسرعة، مش محتاج أنا أطلع حاجات عشان أوصل للجزئية دي. تعالى نشرح الكورنر ده برضه. جميع الكورنرات في المطبخ لازم نهتم بيها حتى لو المطبخ كبير. فكرة إن أنا أخلي نقطة عامية في المطبخ دي مش حلوة. مفيش عندي كورنر متضايق. بعد كده واحدة الأدوار تحت البار، هي دي خدمية أكتر للبار، خدمية أكتر للسفرة، أحط فيها المعالق عشان أقدم للضيوف أو كده، محتاج معلقة عشان أقلب الشاي أو كده. تحت طبعا واحدة أدراج ممكن أستخدمها استخدامات المطبخ أو استخدامات البار. عندي وحدة تخزين في الآخر اللي هي تدي نهاية المطبخ بالشكل ده. انتهى التخزين الأساسي للمطبخ. تعالوا بقى نشرح الجزيرة. يلا. الجزيرة احنا محتاجين منها سطح عمل احتياطي، محتاج منها مساحة قعدة مناسبة عشان ست البيت لو حابة تقعد تجهز، محتاج منها جزء ديكور عشان انتوا داخلين من بره تشوفوا الشكل حلو. دي نقطة مهمة. تعالوا بصوا على الديكور ده، بصوا على التقفيل بتاعه والفينش بتاعه، بصوا على اهتمام البروفايل اللي محطوط في مكان شيك، مش متعلق كده وملزوق زي ما ناس كتير بتعمل. كل حاجة معمولة بأصول الحاجة بتاعتها. دي كده المنطقة الخلفية. المنطقة بقى اللي هي ناحية منطقة التسوية، أنا محتاج هنا إن أنا ممكن أشيل حاجة أحطها هنا، ممكن أكون بجهز حاجة هنا وأبدأ أتعامل هنا لو أنا المساحة دي معايا مشغولة. تعالوا بقى نتفرج كمان، عندنا تخزين هنا ظريف جدا. كده سطح العمل، مكان القعدة، الديكور، منطقة التخزين. معايا مساحة تخزين إضافية جنبي وأنا واقف على البوتاجاز ظريفة جدا. نفس الكلام الناحية التانية. تعالى بقى كده نوريهم المفصلة دي. المفصلة دي ريستو الإيطالي سوفت كلوز. زي ما انتم متعودين أنا بحب أشرح الخامات في الآخر. الخامة دي أركوبة بي في سي، والخامة دي الكونتر العلب الداخلية، طبعا الكونتر عشان التحميل بيبقى أفضل، كونتر كينج شغاوي. الخامة دي أركوبة وعلشان كده الظهر بتاعها لونه أبيض. طبعا هي خامة اقتصادية بتدينا، يعني هي أفضل، يعني يعتبر من أفضل الخامات في الخامات الاقتصادية اللي هي المستوى رقم 2 مش مستوى رقم 1. طبعا هنا القشرة الجرين لاند برضه مدبوسة على كونتر كينج شغاوي. تعالوا بقى أوريكم تفصيلة الرف الطاير ده كده من أول لآخر. هاتوا لنا كده في الكاميرا. بصوا بقى نهاية المطبخ. مكملين فوق المطبخ داير مهدور. وقفلنا بيه لحد تحت. في النهاية ده كان مطبخنا النهارده من بافلي هيلز من الشيخ زايد كومباوند كذا. المطبخ احنا فكرة الخامة مش هي اللي تقيدنا، او المطبخ اتعمل بخامة اقتصادية ان هو يطلع بشكل وحش، لا، كل حاجة ليها استخدامها وليها الشكل الجميل ليها. اهم حاجة التصميم وعلاقة الالوان ببعض وعلاقة المكان كله ببعض، هو ده اللي احنا بنهتم بيه في بيرلا كيتشن ديزاين، وهو ده اللي احنا بنقدمه، وهو ده المستوى اللي احنا بنوصل له، وهنحقق احلى منه كمان في الفيديوهات الجاية. تابعونا واعملوا لايك وسبسكرايب على الفيديو، ويلا بينا نشوفكم ان شاء الله في فطار جديدة في اماكن جديدة. مع السلامة.